مفاجأة كبيرة من أمير قطر، وهذه هي التفاصيل. عاجل: الجزائر تتلقى خسارة كبيرة بسبب القرارات المتهورة على الشان، وهذا ما سوف يحدث بعد انسحاب المغرب. فضائح الشان التي لا تنتهي. منتخب غانا يصدم الجزائر، وهذا ما حدث في سابقة من نوعها. تابون الذي يدعم البوليسارو بالمال والسلاح ينتقد وجود الفاغنر بماله. نجاح كبير لجولة وليد الركراكي التي قامها بأوروبا، وهذه هي ثمارها. فضيحة كبيرة. أول شكاية على الفندق الجزائري، وهذا ما حدث بالتفصيل مع المغامر السعودي. الباريس يتغنى بالعلاقات المغربية الإسبانية ويغلق باب العلاقات مع الجزائر. هرطقة جديدة من البوليسارو، وابراهيم غالي يرقص الرقصة الأخيرة للديك المذبوح والجبهة بآخر أيامها. بأقل من 24 ساعة على افتراءات الجزائر، وسام أسود الأطلس يتصدر الترند على مواقع التواصل المغربية. عضو من الاتحاد الجزائري يبهدل اللغة الإنجليزية، وهذا ما فعله. مفاجأة: لهذا السبب الحافلات ظهرت بهذا الشكل، ولهذا السبب مصفحة ومغلقة بالكامل. مفاجأة من العيار الثقيل: المغرب أفعال وليس أقوال. المغرب يصدم إسرائيل ويوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، إن شاء الله تكون بخير يا جماعة بصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو راح نشوف فضائح بالجملة والتفاصيل مثيرة، وأيضا عنا موضوع هام مفاجأة كبيرة من أمير قطر. فما هي القصة؟ قبل ما نبتدي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس نضل دعم توصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبشر سوا. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس امرا، من اجل ان ينتشر ويحقق نتائج ايجابيه، فيرجى دعمنا بزر اللايك. ودعونا نبتدئ كما العاده باقوال الراحل الملك العبقري رحمه الله عليه الحسن الثاني: كبرها تصغر. شو القصه يا جماعه؟ مجله امريكيه تهنئ المغاربه بالعام الجديد وتتغنى باسود الاطلس. صدى إنجازات أسود الأطلس. مونديال قطر، مجلة أمريكية تتغنى بالإنجاز المغربي. وصفت مجلة رولينج ستون الأمريكية الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في مونديال قطر بلحظة خاصة منحت الفرح. وقالت المجلة المذكورة أن المنتخب المغربي أصبح أول بلد عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم ويحقق هذه الانتصارات الكبيرة على الصعيد الرياضي، معتبرة أن الفوز على منتخبات بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال قد جعل من أسود الأطلس قوة تنافسية وفرضوا أنفسهم بشكل فوري. المجلة الأمريكية ذاتها وفي مقال استعرضت فيه أبرز أحداث عام 2022 أوردت أن التغلب على البرتغال جعل المنتخب المغربي يكسب قلوب مليار مشجع أفريقي وعربي صفقوا لنجاحه خلال منافسات الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأمريكيين الذين شجعوا أسود الأطلس. وختمت المجلة الأمريكية بالقول أنه على الرغم من الخروج من نصف النهائي أمام فرنسا إلا أن المنتخب المغربي قدم أداء قويا وكان لحظة تسلج الصدر. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للعلاقات المغربية الأمريكية. وأيضا جميعنا يعلم أن وليد الركراكي قام بجولة أوروبية أتت ثمارها. الركراكي يجالس مستقبل المنتخب المغربي. يستغل الركراكي عطلته بفرنسا من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما الراحة بعد أكثر من 3 أشهر من الاشتغال تحضيرا للمونديال، وثانيهما ملاقاة أسماء جديدة تفيده في الاستحقاقات التي تنتظره وتحضير جيل جديد من اللاعبين بعد اقتراب العديدين من سن الاعتزال. وليد الركراكي جالس اللاعب الياس حسني لاعب باريس سان جيرمان الذي وقع عقده الاحترافي
الأول مع فريقه الباريسي الأسبوع الماضي وفق عقد يمتد لحدود سنة 2026، خاصة بعد إعلان اللاعب المغربي لمقربيه أنه يرغب في حمل قميص الأسود، وهو الأمر نفسه الذي صرحت به عائلته في أكثر من وسيلة إعلام. بالإضافة إلى الياس حسني، التقى وليد الركراكي مع أشرف حكيمي، حيث استغل الفرصة والتقى بأشرف حكيمي إذ اعتبره من الأسماء الصاعدة في الفريق الباريسي، خاصة أن صدى اسمه متداول في الفريق رغم عدم متابعته له بشكل كبير. وأيضا الركراكي يرغب برؤية الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي. الركراكي والجامعة لا يرغبان في ترك الالتحاق للاعبين للمستقبل، بل يسعيان لمفاوضتهما مع بداية تألقهما ومعرفة نواياهما وإنهاء جميع تفاصيل الالتحاق بالمنتخب الوطني، سواء الأول أو الأولمبي، حسب رغبة ورؤية الركراكي والجامعة. أيضا بعد فرنسا الركراكي سوف يذهب إلى إسبانيا، وذلك لرؤية يوسف الخديم، حيث أن الأخير أبدى استعداده لحمل قميص المنتخب الوطني. وختمت المصادر أن الركراكي بات مدربا ومنقبا في الوقت ذاته، خاصة أن صفته وقيمته ارتفعتا بدرجة كبيرة في المونديال الأخير. وما أجمله من لقب الركراكي أفضل مدرب وأيضا منقب عن الجواهر المغربية. وبما أننا نتكلم عن أسود الأطلس، لابد أن نتطرق إلى هاشتاغ تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أسود الأطلس. هذا الهاشتاغ تصدر بعد الهرطقة التي خرجت بها الإعلام الجزائري، حيث إن الإعلام الجزائري يحاولون سرقة أسود الأطلس، واستغرب النشطاء من حسد وغيرة الجيران حتى على لقب لفريق كروي. وأعرب النشطاء المغاربة عن تخوفهم من أن يدعي الجزائريون يوما أن المغرب كان ملكا لهم وملكه محمد السادس هم أولى به باعتباره جزائريا أبا عن جد. وعبر كثيرون كيف أن الجزائريون لا يخجلون من مقارنة جزائرهم التي تأسست في ستينات القرن الماضي مع المملكة المغربية التي يمتد وجودها ل12 قرنا من الزمن. وشددوا على أن المنتخب المغربي لقب بأسود الأطلس عن جدارة، وقد رأينا إنجازات المونديال على سبيل المثال، وأكدوا أن لقب ثعالب الصحراء هو الذي يليق بالمنتخب الجزائري، وعندما يصل لإنجاز المنتخب المغربي حينها يمكن مناقشة من أحق بتسمية أسود الأطلس. وعلى ما يبدو ما تفعله الجزائر لم يعد غريب، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الجزائر السطو على التراث المغربي والإصرار في كل مناسبة أو منبر على نسب تقاليد بحتة وموروث ثقافي وفني مغربي 100% إليه، قبل أن تتجاوز ذلك إلى حد محاولة الاستيلاء على لقب المنتخب المغربي. ولا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أسود الأطلس بيوم وليلة تصبح جزائرية. الآن بعد الانتصارات الرياضية لابد أن نتطرق إلى الانتصارات الدبلوماسية. المغرب وإسبانيا يستهلان عام 2023 باتفاقيات واجتماعات جديدة، والباريس يصدم الجزائر. أولا يستهل المغرب وإسبانيا السنة الجديدة بعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي لم يعقد منذ 2015، إذ من المرتقب أن يعقد نهاية يناير الجاري، وهو ما سيمكن من تطوير أكثر للعلاقة التي تجمعهما. هذا الاجتماع سيعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، كما أكد على ذلك الباريس، حيث قال بالحرف أن المغرب بالنسبة لإسبانيا شريك موثوق واستراتيجي. ومع هذا الترابط الكبير بين المغرب وإسبانيا، ما مصير العلاقات بين إسبانيا والجزائر؟ مختصر الحديث، الباريس يغلق باب العلاقات أمام الجزائر. إسبانيا تتخلى عن الحوار مع الجزائر. قال الباريس بالحرف أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد،
وذلك في حوار للأخير مع وكالة الأنباء الإسبانية أوروبا بريس. وأضاف الباريس أن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر مفيد للطرفين، لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده عن رغبتها في إعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر. وأكد الباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة اليد الممدودة وتثق في إمكانيات إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد. هذه كانت تصريحات الباريس التي تحمل دلائل عديدة. أولا، يغلق الباب أمام الحوار مع الجزائر. ثانيا، يهدد الجزائر بشكل غير مباشر بالجر للقضاء، خاصة أن الجزائر تقوم بخرق الاتفاقيات التجارية. ومع هذا التخبط التي تعيشه الجزائر يبقى السؤال: إلى أين تتجه الجزائر؟ الجواب: الجزائر نفسها لا تعلم مقدار الأزمة التي تعيشها، وتصرح بتصريحات متناقضة. تبون الذي يدعم البوليساريو بالمال والسلاح ينتقد اليوم وجود الفاغنر في مالي. يبدو أن الرئيس الجزائري نسي أن فوق أرضه تعيش مرتزقة البوليساريو من ريع الغاز الجزائري وعلى حساب الشعب من أجل المس بالوحدة الترابية للمغرب وافتعال المشاكل في المنطقة المغاربية. وسار تطاول تبون على سلطات مالي الكثير من الانتقاد، فالرجل في تصريحه لصحيفة لوفيغارو اعتبر أن الأموال التي يدفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي مقابل خدمات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة ستكون أكثر فائدة إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية، حيث قال تبون مع لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر يوم الجمعة إن الأموال التي يكلفها هذا الحضور سيكون أنسب وأكثر فائدة إذا صرفت للتنمية في منطقة الساحل. وأضاف تبون: الإرهاب ليس أكثر ما يقلقني، يمكننا هزيمته. أنا قلق أكثر من حقيقة أن منطقة الساحل تغرق في البؤس. الحل هناك هو 80% اقتصادي و20 أمني. وتابع تبون تصريحاته المثيرة للجدل أن تسوية الوضع في مالي تمر بوضوح عبر الجزائر. لو تمت مساعدتنا في العمل على تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015 من أجل تهدئة هذه المنطقة لما كان هذا الحال. وختم تبون: لإعادة السلام يجب دمج سكان شمال مالي في المؤسسات المالية. تبون الذي يتحدث عن صرف الأموال لدعم المرتزقة هو ذاته الذي يدعم الجبهة الانفصالية ضدا بالوحدة الترابية للمغرب. وتبون الذي يتكلم عن السلام بالمنطقة هو ذاته الذي يقطع المجال الجوي والبحري والبري مع المغرب. هذه كانت التصريحات التي وصفت بتصريحات غريبة للغاية وأيضا متناقضة بشكل غير مسبوق. وبما أننا ذكرنا البوليساريو الانفصالية، البوليساريو الانفصالية خرجت بهرطقة جديدة. فما هي القصة؟ البوليساريو تتحدث مجددا عن الحل الذي تقبله بشأن الصحراء المغربية. اعتبرت الجبهة الانفصالية أن الحل العادل والوحيد للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية يمر عبر دعم أطروحة الجبهة الانفصالية والتي تحظى بدعم النظام الجزائري. وعادت البوليساريو من جديد لتروج الأسطوانة المشروخة تقرير المصير بالصحراء، معتبرة أنها ترفض أي نهج لا يأخذ في الاعتبار حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير حسب زعمها. ودعت الجبهة الانفصالية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع الخطوات بشأن الوضع القائم حول الصحراء. على ما يبدو هرطقة البوليساريو الآن إن دلت على شيء فتدل أنها بأيامها الأخيرة، حيث نحن نعلم مقدار الانقسامات وأيضا ما يحدث داخل البوليساريو من صراعات. الجزائر الحاضنة الرئيسية للبوليساريو، من ثم يأتي تبون ليقول أن الأموال تذهب إلى المرتزقة. والآن لابد أن نسلط الضوء على الشان
ما هي آخر أخبار الشان المثير للجدل؟ قبل انطلاق الشان، سعودي يفرش الجزائر. فضح مغامر سعودي دولة الكبرانات التي لا تتوقف عن وصف الجزائر بالقوة الضاربة. المغامر السعودي ذاته الذي جاب العالم على دراجته الهوائية وبعد وصوله للجزائر ظن أن عجلة الزمن عادت به إلى الوراء. وقال المغامر السعودي إنه وجد صعوبة في كيفية دفع مقابل الإقامة في الفندق بعد أن أخبروه أنه لا يمكنه استخدام بطاقته البنكية. وأضاف المتحدث ذاته أنه لم يكن يتوقع أن لا يجد بالجزائر ومدنها الكبرى أين يستخدم بطاقته البنكية. يأتي هذا في وقت تدعي فيه أبواق الجزائر بكون الجزائر قوة ضاربة وتعيش عهدا جديدا في ازدهار وتقدم. وما قاله السعودي اليوم يعتبر فضيحة حقيقية للفنادق بالجزائر. هل يعقل لا يتم استخدام البطاقة البنكية في الجزائر؟ الآن وبما أننا ما زلنا نتكلم عن الشان، لابد أن نسلط الضوء من جديد على هذه الحافلات. ما السر وراء تغطيتها بشكل كامل وجعلها مصفحة؟ حافلات السجناء المثيرة للجدل، ما هي قصتها؟ على ما يبدو الجزائر قصدت بوضع هذه الحافلات، وذلك من أجل أن لا يستطيع راكبها أن يرى ما يوجد في الخارج، كما لا يمكن للجمهور أن يعرف ما بداخلها، وكأنها حافلة لنقل السجناء. هذه الحافلة هي حافلة قديمة لم تعد صالحة حتى للنقل العمومي، والغريب أنها مصفحة وتحمي من الرصاص، أي أن الجزائر هي التي تعترف بأنها دولة غير آمنة وحكامها لا يتكلمون إلا بلغة الرصاص والقرطاس والبناطق. ومن أحد التعليقات التي أتت ساخرة على هذه الحافلات: الحمد لله ما سدوش على السائق حتى هو. وعلق آخر متهكما: حافلات جزائرية فريدة من نوعها لكي لا يرى الزوار الأوساخ في طريقهم إلى الملاعب. وأضاف آخر: هذا النوع كان في المغرب في السبعينات يستعمل في نقل التبخ. ويبدو أن فضائح الشان لن تتوقف عند هذا الحد، إذ من المتوقع أن تستمر حلقات مسلسل الفضائح في بطولة شام بلاد الشام، على غرار ما عرفته فضائح ألعاب البحر الأبيض المتوسط من فضائح عديدة. الآن منتخب غانا وصل الجزائر، فكانت الصدمة. وصول منتخب غانا للجزائر فضح الجزائر بأكملها. ما هو السبب؟ سقطة لمسؤول جزائري أثناء استقبال منتخب غانا وأساء للغة الإنجليزية بشكل غير مسبوق. سقط عضو بالاتحاد الجزائري في موقع لا يحسد عليه وأمام عدسات الإعلاميين حينما استعان بتطبيق ترجمة جوجل حتى يتمكن من تقديم كلمة ترحيبية لمنتخب غانا خلال استقبال بعثته في الجزائر للمشاركة في كأس أفريقيا للمحليين الشان. وعجز عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجزائري حكيم مدان عن حفظ بعض الكلمات بالإنجليزية لترديدها أثناء استقبال المنتخب الغاني، واضطر للاستعانة بتطبيق ترجمة جوجل لإلقاء جملة ترحيبية على الوفد لحظة حلوله بمطار العاصمة الجزائر. وتسبب عدم التمكن من إلقاء كلمتين بالترحيب للضيوف من طرف مسؤول كبير بدولة الجزائر في موجة من السخرية من طرف متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار هذا الموقف استغرابا واسعا بسبب عدم قدرة المسؤول الجزائري على حفظ كلمتين باللغة الإنجليزية قبل استقبال المنتخبات المشاركة. وعلق أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: كان عليه الحديث بالعربية ويجلب مترجم على الأقل بدل هذه البهدلة. واقعة هذا المسؤول تكشف حالة المسؤول الجزائري وبالتالي واقع الرياضة والسياسة الجزائرية على السواء، وهو ما يجعلنا نفهم حالة البؤس السياسي والقرارات الارتجالية التي تتخذها الجزائر والتي تزيدنا يقينا أننا أمام بلد العجائب. هذه كانت فضيحة أقل ما يقال عنها أنها فضيحة من العيار الثقيل. الآن من الخاسر من رفض الجزائر فتح مجالها الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي؟
برفض السلطات الجزائرية السماح لطائرة المنتخب المغربي للعبور مباشرة في الأجواء الجزائرية نحو مدينة قسنطينة، يكون نظام الجزائر قد أكد لنفسه وللأفارقة وللعالم بأسره أنه نظام استمرأ العزلة ويفضل البقاء خارج منظومة العلاقات الدولية الطبيعية، ويصر على تحويل البلاد إلى جزيرة مقطوعة عن محيطها الجغرافي والقومي فقط بسبب مشاعر الحقد والحسد والغل الذي يكنه للمغرب والمغاربة، ويظهر للعالم بذلك أنه نظام قطيعة لا يمكن البتة التعويل عليه في تحقيق أي شكل من أشكال التعاون أو التكامل الإقليمي أو العربي. فإذا كان النظام الجزائري قد رفض عبور طائرة نقل مجموعة من لاعبي كرة القدم من أجل المشاركة في دورة رياضية مغمورة، فكيف ستسمح بتعزيز أواصر التعاون السياسي والتكامل المغاربي؟ ما هو هذا البلد العربي أو الأفريقي الذي سيرفض استقبال طائرة مدنية تقل فريقا لكرة القدم للمشاركة في دورة يفترض أنها تنظم لتعزيز أواصر الصداقة والأخوة الأفريقية؟ لا يوجد عقل سياسي يمكن اتخاذ قرار كهذا إلا النظام الجزائري الموغل في أحقاده والغارق في أوهامه عن الزعامة التاريخية والريادة الإقليمية. في وقت بدأت فيه تحضيرات انطلاق كأس أفريقيا للمحليين بالعديد من الفضائح والمهازل، هذه مجرد خسارة جديدة لهذا النظام تنضاف إلى هزائم وخسارات سابقة حصدها في مواجهة المغرب في المعترك الدبلوماسي على كافة الأصعدة. إن النظام الجزائري يعلم جيدا أن غلق المجال الجوي أمام طائرة المغرب سوف يضعه بورطة أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع ذلك متثبتين بقرارهم بسبب العنتريات الفارغة. وهذه تعتبر خسارة كبيرة وغير مسبوقة للجزائر، حيث ظهرت الجزائر أمام العالم أولا ليس بإمكانها احتضان أي تظاهرة رياضية لأنها تجعل من كل ما هو رياضي سياسي. ثانيا بعيدة كل البعد عن تعزيز أواصر الصداقة والأخوة. ومن هنا نعلم أن الجزائر فقط شعارات، وبما أننا قلنا شعارات، المغرب أفعال وليس أقوال. المغرب يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل. المغرب يتفاعل مع زيارة وزير إسرائيلي باحث المسجد الأقصى. أدانت المملكة المغربية اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة إسرائيل إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، وأعرب مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم عن إدانة المملكة المغربية من منطلق مواقفها الثابتة اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك. وأكد أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية. وللإشارة أثارت زيارة وزير الأمن الإسرائيلي اليمين المتشدد إيتمار بن غفير باحث المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة ردود فعل منددة عربية وإسلامية لما وصفه الفلسطينيون بأنه عمل استفزازي. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. نعم، المغرب أفعال وليس أقوال. وتجدر الإشارة وكالة بيت مال القدس الشريف تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022، حيث تمكنت وكالة بيت مال القدس الشريف خلال سنة 2022 من تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي. يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف تصدر على عادتها كل سنة تقريرها السنوي للسنة المالية الجارية لتسلط فيه الضوء على أهم أنشطتها وإنجازاتها بحكم اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. وتواصل الوكالة بصفتها الذراع الميدانية للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي تأدية رسالتها في حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها المرابطين وفق أنظمتها ولوائحها في إطار خطة سنوية
تضع لها آليات الحكام المناسبة في تدبير الموارد وصرفها وفق مقاربة تشاركية مع أهل القدس ومع مؤسساتهم تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والتتبع والمحاسبية وتقويم أثر الإنجازات على المستفيدين. نعم، نقولها دائما: المغرب أفعال وليس أقوال. والآن دعونا ننتقل إلى مفاجأة أمير قطر. عجل أمير قطر يقضي عطلة خاصة في مراكش ويزور مركز تصفية الدم بإقليم الحوز. وسط استنفار أمني لمختلف السلطات، حل أمير قطر عشية يوم أمس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بيت أورير بإقليم الحوز لزيارة وتفقد أشغال إنشاء مركز لتصفية الدم المنجز من طرف جاسم حمد بن جاسم بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفة. جدير بالذكر أن العائلة الحاكمة لدولة قطر، الأمير الشيخ حمد والأمير تميم بن حمد آل ثاني وبعض من أفراد الأسرة تقضي عطلتها بمدينة مراكش. واعتاد أمير قطر على التردد على مراكش عدة مرات بالسنة، خصوصا في نهاية السنة التي يمضيها في المدينة الحمراء، كما الشأن لوالده ووالدته. وللإشارة، أمير قطر بعدما كان يتغنى بإنجازات أسود الأطلس بمونديال قطر، أيضا داخل المملكة المغربية يتغنى بالإنجازات المغربية، إنجازات جلالة الملك محمد السادس، حيث أشاد بالبنية التحتية في المغرب وأيضا التنمية الاقتصادية. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للعلاقات المغربية القطرية، وأهلا وسهلا بأمير قطر داخل المملكة المغربية. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تسجلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إن الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب يا سادة وهيك كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك له المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.